السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي مش فكرة إطعام علشان نبقى على نور من الأول، ولا فكرة عزومة برضو عشان نبقى عارفين قبل ما اتكلم خالص. دي فكرة عن صلة الأرحام. صلة الأرحام يا جماعة اللي احنا افتقدناها في ظل الماديات العالية، وظل ضغوطات الحياة ومشاكلنا الخاصة. ما بقيناش بنتجمع زي زمان، وطبعا التجمع بيبقى مكلف على اللي هيجمع، يعني ربنا يدي الجميع. وفي ناس كتيرة بتجمع الناس يعني، بس انا بقول على الناس اللي هي ما تقدرش تتجمع بقى وتبقى مكلفة على الناس التانية. ممكن ان احنا نتجمع مع بعض في الماديات، نتجمع مع بعض في الماديات، نتجمع مع بعض في الماديات. وفي بقى ناس تعمل بقى هي الأكل مننا يعني، تتطوع كده أو كلنا مع بعض. الأكل هيبقى حلو جدا، ومهما كان كتير. أنا عايزة أقول لكم المحاشي دي كلها اتحشت في ساعة، يعني ساعة واحدة اتحشت المحاشي دي، مع كترنا وهزار وضحك ولعب. آه كنا عبارة عن 40 فرد تقريبا. آه اتجمعنا بأولادنا. يا رب حق السنة دي والسنين الجاية إن شاء الله. اللي ما عندوش بيبي ربنا يرزقه بالذرية الصالحة، واللي ما اتجوزتش ربنا يرزقها بالزوج الصالح، واللي عاوز يشتغل ربنا يرزقه بشغلانة حلوة، واللي مستني نتيجة امتحان أو نتيجة شغل ربنا يرزقه يا رب. واللي في شغل أو بيعمل دراسات عليا أو حاجة، ربنا ينوله كل اللي في باله يا رب يا رب. طبعا احنا عملنا الحاجة دي، جبنا عصير بيست طبعا علشان يبقى سهل كده، كل واحد اخدها بالشاليمو بتاعه، ما دوبناش سكر بقى ولغوصة وحاجات زي كده. ولا كوبايات ولا غسيل ولا الكلام ده كله. عملنا بس كده كنافة طبعا لزوم رمضان. وكانت المحاشي طبعا حاجة حلوة ولذيذة وظريفة. اتجمعنا، الستات بقى قعدوا يتكلموا مع بعض، ويعيدوا الذكريات وضحك وهزار. البنات الصغيرة طبعا قربت من بعضها، والشباب بعد ما صلوا صلاة التراويح نزلوا اتمشوا شوية، وقعدوا على كافيه، وقعدوا على الكورنيش، والكلام ده كله قربوا من بعض شوية. الرجالة بقى صلت التراويح ورجعت، أخدوا السناكس بتاعهم أو كوبايات الشاي. وبعد كده كانت قاعدة ظريفة لطيفة، وآخر الليل كل واحد روح لبيته. ما فيش حد طبعا. بعد ما خلصنا بقى ضحك وهزار والكلام ده كله، شطبنا مع الست صاحبة البيت، طبعا البيت بتاعها ما كانش حاجة كمان كتيرة، لأنها كانت كلها عبارة عن أطباق وجبات. فاهمين حضراتكم؟ أطباق الوجبات، وما كانش فيه العصير كان زي كده برضو كرتون. المهم ان احنا اتجمعنا. الحاجة دي كنا مفتقدينها من زمان. اللي هم انا بتكلم بقى على اللي ما عندهمش ماما، ربنا يخلي كل الامهات يا رب. اللي ما عندهمش تيتا، اللي عندها تيتا وما عندهاش ماديات تجمع ولادها كلنا. بس انا طبعا كنت ضيفة شرف للأسف، وانا بعترف ما دفعتش حاجة. إيه. حلوة الحياة السفلقة دي. بس مش ما دفعتش والله كده، يعني هم ما دفعونيش او نسيوني مش عارفة. بس كانت قاعدة حلوة لطيفة ظريفة. كمان في تجمعات العيلة دي بتبقى الحاجات دي نسيناها من زمان، لازم ترجع تاني مع الغلا بتاع الناس وضغوطات الحياة. وطبعا هتفتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير في الخير وبصلاح الحال. ربنا يصلح حالي ويهديني ويرزقني ويبعد عني الشر والنكد وأي حاجة وحشة
أتمنى إن انتوا تدعولي في ال10 أيام الأخارة دول، متنسوش نصيبي في الدعاء يعني. بحبكم كلكم في الله. طبعا دي ما كانتش كرنباية واحدة، دول كانوا 3 كرنبات وسلقناهم ونزلناهم كده في طشت. عايزة اقول لكم ان احنا كمان اليوم ده كله قضيناه مع بعض، بس انا رحت متأخرة شوية. اللي صور وخلوهولي على الموبايلات بتاعتهم، وانا اخدتها في الاخر. هم صوروا علشان خاطر الجامعة بتاعتهم طبعا، والفرحة واللمة والهيصة والكلام ده كله. شايفين المحشي بيغني في الحلة ازاي، وصوت بيبقبق كده والريحة كانت في البيت حاجة تحفة جدا جدا. ومش قادرة اقول لكم على مدى الفرحة والبهجة والسرور اللي احنا كنا فيه. بس نبهنا طبعا على الاطفال، اكيد اكيد ان مفيش اي ام او اي اب يزعل من ابني ضرب ابنك، ابني بنتي، الكلام اللي احنا عارفينه بتاع الناس والسلايف ده كله، علشان الامور تعدي كده بسلام. وكانت قعدة لطيفة ظريفة، يا رب يديمها علينا ويديم جمعتنا على خير يا رب. ودي كانت فكرة، مجرد فكرة بعرضها عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير في الخير، وباي باي. وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات قادمة بإذن الله. رمضان اللي جاي أحلى وأحلى. طبعا مش تقييد بالأصناف اللي أنا عملناها، لا خالص. انتي ممكن ان انتي تعملي أصناف تانية غير الأصناف دي. ممكن تعملي فراخ وتحطيها في الفرن، ويبقى سهل عليكي جدا جدا يعني. تمام. طيب مش لازم خالص خالص الأصناف دي. ممكن تعملي حاجات تانية خفيفة جدا جدا. الغرض من اللي أنا بقوله ده التجمع العائلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وباي باي.